السلام عليكم. مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم جبت لكم وصفة بنينة بزاف وشابة وقديمة، واللي هي اللوبيا بالقرنيط. هاد الوصفة قديمة بزاف وكانوا يطيبوها بزاف ناس الغرب. ونقول لكم ما تنساوش تخلونا جنب باش تطلع لا فيديو وتعم الفائدة على الجميع. ولا هنا كيما راكم تشوفوا كنت غليت القرنيط تاعي باش نحيلو هادوك الرغاوي وبديت نقطع فيه. هنا حاولوا تقطعوه دي مورسو كبار. اكو تعرفوا القرنيط كي يبدا يطيب ولا كي تحطيه يطيب راهو يتقلص، يعني يولي الا كان المورسو صغير يولي كاع ما يبانش. حاولوا تقطعوه دي مورسو كبار. نكمل نقطع القرنيط تاعي قاعيتك هاولي كيما شفتوا قطعته وحطيته في الطبسي. وجوه اخرى كنت حكمت لا كوكوت، درت لها الزيت وكترت شويه يعني، وبديت نقلي هذيك القرنيط في هذيك الكوكوطه. نحاول نقليه مليح ومن بعد ندير له رشه تاع الملح ونغلق عليه نخليه يطيب في هذيك الزيت. من بعد كي يطيب نحيه. كي نحيته كنت حكمت حبه بصل، قطعتها مربعات، حبه بصل كبيره تكون، وبديت نقليها في هذاك الزيت اللي طيبت فيه القرنيط. زدت لها 2 حبات حبات تاع الجزر والكرافس، حبه طماطم كبيره اللي كنت رحيتها، ونقلي هادوك كاعيتيك في مع هداك البصل. زدت لها ملعقه تاع طماطم مصبره، وهنا كنت درت الكرويه راس الحانوت وبابريكا وفلفل اسود. كملت قليت رجعت هذاك القرنيط تاعي، انا كان يعني يتحمر شويه زياده اللي كان نتوما عسوه تخلوهش يلصق لكم ولا يطيب شويه زياده. وزدت لها شويه تاع الملح. كملت قليت كلش مع بعضه. وهنا انا كنت من الاول كنت طيبت اللوبيا ديالي، طيبتها حتى رجعت شغل الزبده خلاص تمسيها بيدك تذوب. شتو القوام تاعها، ودخلتها مع هذيك التتبيله اللي درتها وهذاك الجزر كاع اللي درتو، ومرقت كلش على ضربه ونغلق عليها نخلط كلش. هنا كنت نسيت الثوم اللي كنت درسته بالملح وراس فلفل حار احمر، هذاك الفلفل الحار الصغير الاحمر هذاك. غلقت عليها كي طابت نحيتها، وشوفوا كيفاش جات. درت لها من الفوقه شويه زيت زيتون، رشه تاع قزبر، وجات ما تنشبع صدقوني. ما تاكلوها ما تشبعوش منها. شوفوا القوام تاعها. انا ماشي من عشاق اللوبيا، بصح هكذا بهذه الطريقه كليتو عاود يعني بنينه وسختو اللي يحبوا هادو القرنيط السيبيا هادو تجي يعني بنينه واحد البنه في اللوبيا ما نحكي لكمش. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. الى وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.